اللهم بارك. هتخلي اللي مش بيحبها هيحبها وهياكلها وهيطلبها منك ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله العظيم كان في ناس مش بتاكلها وكلوها بالطريقه دي بالاضافه البسيطه دي. نسمي الله ونصلي على رسول الله. طبعا انا معايا ربع كيلو فول مدشوش، ده اسمه فول مدشوش. بجيبه بشطفه كويس جدا 3 4 مرات كده، وبعد كده بنقعه ليله كامله. وفي الشتاء بياخد نقع مده طويله، يعني من بالليل كده للصبح ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد كده بنغسلوه بعد تاني يوم بعد النقع، بنغسلوه مرتين 3 لحد الميه ما تروق خالص زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجه لازم تغسليه كويس علشان خاطر البياض اللي فيه دوت هو اللي بيديكي طعم مش حلو في اكله البقوليات، سواء فول سواء عدس اي حاجه زي كده. وبنجيب بصلايه كبيره كده وبنقطعها 4 ارباع زي ما احنا شايفين. بعد ما غسلناه بقى وصفيناه حطيناه في الحله اللي هنعمل فيها، ومعانا